انما لا، احنا بوضوح وبصراحه عندنا شكوك وعندنا مشكله وعندنا ريبه في المحكمة الدستورية العليا وفي لجنة الانتخابات الرئاسية، مش عشان هم حلوين ولا وحشين ولا عشان نمس الهيئات دي، لكن لأن نص القانون نفسه بيخلي القضاة دول عملية انتقاهم حسني مبارك بشخصه طبقا لنص القانون بدون أي قيود. طيب. يبص يشاور على اللي هو عايز، يقول هاتوا ده هاتوا ده هاتوا ده. أوكي، هنا في نقطة، يعني حضرتك رجل قانون، وانا من الناس اللي اتربوا ان انا اعرف ان قرار المحكمه هو عنوان الحقيقه، ده اللي اعرفه. اما تيجي اكبر محكمه في البلد اللي هي المحكمه الدستوريه العليا تصدر قرارا، انا اللي اعرفه ان حتى لو كان القرار خطا، وده قاله لي لسه دلوقتي كمان من شويه، كان عميد كليه حقوق دكتور محمود كبيش قال لي، وغيره كثيرون، يعني انا يعني بس بستشهد انه بمكالمه اخيره انه اللي نعرفه انه حتى لنفترض انه اذا كان في خطا ما في الحكم يدرس بعد كده انه ما كانش لازم يحصل، بس ما نقومش ونقول لا احنا مش هننفذ حكم المحكمه. طيب انا يعني لا شك ان الموضوع فيه جانب سياسي، بس خلينا نتكلم في الجانب اللي هو يفهموا اي حد ويحس انه محترم وكلام مستقيم. احنا عندنا يا استاذه في تاريخ مصر كشف في القضاء ان في قضاة بالعشرات كانوا اعضاء في التنظيم السري اللي عمله جمال عبد الناصر كرئيس للدولة، وكانوا اعضاء في التنظيم السري ده. وكشف هذا في قضايا، الى جانب انه كشف ان كان في انحرافات مالية، انحرافات اخلاقية. اذا انا عشان أعطي احترام بالغ لجهة قضائية ولمحكمة، وأنا رجل قانون، يعني أنا ممن يحترمون ذكر الجهات القضائية مجرد ذكرها. تقول لي محكمة النقض، المحكمة الدستورية، أشعر بتهيب تلقائيا، لكن علشان أعطي هذا التهيب لازم تطلعيني، تنجيني، تنقذيني من انه يحصل عدم استقامه، يحصل لعب، يحصل دس. الكلام ده يجي ازاي؟ بيجي عن طريق ان القواعد اللي موجوده في القانون تخلي انتقاء القضاه ده مطلق، ما فيش تدخل للسلطه السياسيه، ما فيش تقارير الامن. اذا وجدت تقارير الامن من حق الشعب، لانه الاحكام القضائيه بتصدر اول سطر فيها كده فوق مكتوب باسم الشعب، يعني السلطه القضائيه بتصدر حكمها باسم الشعب، لازم تطمئن الشعب ده ان القواعد مظبوطه. المحكمه الدستورية العليا الحالية ولجنة الانتخابات الرئاسية الحالية، نظرا لأنهم يطلعوا أحسن ناس، ده مش موضوعي، إنما نظرا لأنه نص القانون يجعله انتقاء مطلق عن طريق التقارير الأمنية، لازم ده ينزع تماما الطمأنينة. تعرفي حضرتك لما ثورة 25 يناير قامت، لو احنا انطلقنا من انه يفضل البرلمان بتاع حسني مبارك مثلا، وكنت حضرتك او اي حد كان هيناقشنا دلوقتي يقول ده البرلمان ودي سلطة البرلمان وتشريع البرلمان وهو الذي يضع القانون وانتخابات الناس اللي اختارتهم والكلام ده اللي بيقال دلوقتي. انما الثورة قامت عشان تقول ان المؤسسة دي غلط بقى، فالثورة أسقطت البرلمان. يجب أنا في تقديري أن الثورة، أنا مثلا مش عايز أسقط محكمة النقد لأنها مظبوطة، ولا محاكم استئناف القاهرة واسكندرية والمحافظات لأنه قانونها كويس، إنما الفئات التي تأتي بانتقاء لازم الثورة تكون من ضمن، ودي غفلة من الثوار الحقيقة، إنه بقيت المؤسسات القضائية قائمة على الانتقاء من النظام السابق بإطلاق. حضرتك بتقول مش عايز تسقط محكمة النقد، بس يعني ما عندكش مانع إنها تسقط المحكمة الدستورية العليا، إنه يحصل تعديل لقانونها اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه قانونها؟ قانون المحكمة إنه ما يبقاش قضاة المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الدستورية وأمين المحكمة الدستورية انتقاء من رئيس الجمهورية، ولا الدكتور محمد مرسي، ولا لو حازم أو إسماعيل. أوكي، طب يعني كده حضرتك معترض مثلا لنقول على الأشخاص اللي موجودين دلوقتي، مثلا لو تم تغييرهم وتم تغيير هذه المادة، ولكن لا اعتراض عندك مثلا على أن المحكمة الدستورية العليا لها الحق في أنها عندما تصدر حكما أيوة. لا يناقش. رائع. إذا تجردت، إذا أنا حسيت بقى خلاص إن دول مش انتقاء سياسي، إن دول خلاص لازم أقول خلاص حكم القضاء يسري على الرقاب. إنما النهاردة احنا في حكم المحكمة الدستورية العليا الحالي ده
اصل حضرتك ما تقدريش تقولي لي اطمئن اليهم طبقا للماده 45 من القانون، اطمئن طبقا للماده 18. الطمانينه مش بالمواد، الطمانينه دي وجدان شعبي. لما الاقي ان قضيه حل البرلمان اتعرضت 3 مرات على المحكمه الدستوريه. اول مره خدت من 84 ل 87 3 سنين. تاني مره من 87 ل 90 3 سنين. ثالث مره دي خدت شهرين ونص. ما احنا في ظروف استثنائيه. ما هو ظروف استثنائيه تعمل ايه بقى؟ ظروف استثنائيه تخليني ابطئ في تفجير الوضع مش اسرع فيه. يعني انا في ظرف استثنائي اقوم مفجر مجلس الشعب بسرعه قبل ما الرئيس الجمهوريه يجي عشان اعمل فراغ، ده احسن حاجه كان يمشي طبقا لقواعده وتقاليده، يقول والله دي اعراف المحكمه الدستوريه واحنا ماشيين على كده، ويجي الحكم وقت ما يجي. انما هو لما يسرع، لو كان بيسرع عشان حس وطني انه عايز البلد تستقر، ممكن فين ده الدنيا هاجت، الدنيا اتفجرت. ما هو مين بقى؟ ما احنا خلينا نعترف حكم المحكمة الدستورية، خلينا نعترف ان البلد